طبعا طلعي بهالشاشة فازت. تعرفي النجم ده؟ عرفتي هلا البرنامج شو معناته؟ هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. ما تزعلي. بس انا مش عايزه، يعني انا ما جيتش هنا عشان. طيب خلص بس هو يدعاكي. هلا جيتي عشاني انا وياكي عشانك، يعني مش عاوزه اشوفه ولا انسي. انا ما جيتش هنا على قبلت شيء يا ستي انسي خلص. لا مش ممكن انسى، انا يعني ممكن اخرج ولا حاجه. لا مش عايزه اكمل في البرنامج ولا حاجه والله. تخرجي. انت فوق راسي يعني. تسلمي راسك حبيبتي، تسلمي هاتي لبوس راسك. انا لا والله لا والله. عادي. أنا فهمت القصة وأنت معك حق 100%. معك حق 100%. هلا هو عم بيعمل بمحاولة، يمكن أنت ما تستجيبي، أنت حرة وقرارك بيدك. هدي أعصابك وأنا معك، ما تخافي. هذا الشاب طبعا هلا ارتكب خيانة عظمى، زنا اسمه، بس يبدو بعد سنة و3 أشهر حن مشتاق من الاول هو وحاسس بغلطه، وجاي فكر انه بركي عبر هالبرنامج. لا عم ترجفي. لا عم ترجفي. حب يمكن اعتبر انه من خلال هالبرنامج ممكن يستعيد هالجوهره اللي فقدها. ممكن بقى كتب لك رساله، انا رح بقرا لك اياها وانت بعدين بتقرري، انت بتشوفي اذا بتصدقيه ما بتصدقيه. خلينا نحكي. يلا. حبيبتي الغالية سارة، اشتقت لك كثيرا لكن ليس أكثر من حبي لك. كنت أحمقا خائنا لم أقدر النعمة التي رزقني الله بها يا سارة، وهي الزوجة الصالحة والحبيبة التي لا تعوض. وقد وعيت الدرس تماما. صحيح طلقتك بعدها بناء على طلبك، لكنني أموت كل ثانية بعيدا عنك وعن حضنك يا سارة. أنا فعلا آسف، وجئت أتوسل إليك كي تسامحيني، مقرا بخطئي وخطيئتي، ومعترفا بأنني لم أكن أستحق حبك، ومقسما أمام الجميع بأن أبقى مخلصا لك طوال حياتي، وأن أرد إليك كرامتك أمام جميع الناس، وراجيا إياك يا سارة أن نعود لبعضنا البعض من جديد. سامحيني أرجوك، والمسامح كريم. سارة، أنا بفهم شعورك وبفهم الجرح اللي عندك، جرح كبير، بس هذا الشاب إجا بعد كل اللي حصل أذل نفسه، يعني إجا أمام الملايين حتى أولا يعترف بالخطيئة اللي ارتكبها، يعترف إنه خانك خيانة كبيرة، ومش خايف من كل هالناس اللي عم بيشوفوه لأنه بحبك طمعا بالعودة لك والعودة إليه، يعني أن ترجع أن تعودي إليه. هذا قرار بيدك أنت وبقلبك أنت. مش ممكن، ما أقدرش. مش ممكن. خلص أنت شلتيه من حياتك نهائيا. دي حاجة يعني دمرتني، يعني من اثنين، من صديقتي يعني طفولتي كلها دوزت أنا وياها. نعم. وواحد اللي كنت كتتخيل فيه كل شيء، بنيتي أحلامك معاه، شفتي في بابا ولادك كل شيء، فهمتي؟ نعم. ما نقدرش. نعم. طيب انت انه شفتيه بالجرم المشهود ولا اعتقدتي انه هذا اللي حاصل؟ لا، شفت كل شيء بعينيه. من بعد كيبان لي هو صاحب شيء، صافي ما قدرتش نصبر. شنو غندير؟ بقيت كنغوت، جاتني هستيريا، حاجه اللي ما غاديش تقدر تصورها. طبعا. أسامة معلش، خليك قول شو بدك تقول. هيدي فرصة لك، وانت جيت وحبيت تشوف سارة هون بالاستوديو، بقى تفضل احكي لها اللي بدك تحكيه. شرف.
الغلط اللي تقع عليه مع ساره بالنسبه لي انا ماشي اكثر من غلط. انا هذيك المده اللي كنت دوزت مع ساره عمري ما غنساها. اللي بصراحه واخا طلقت واشتغلت في الديار البلجيكيه وخدمت تما كمهندس صوت. بغيت نتزوج ولكن ما قدرتش، عمري ما قدرت ننسى ساره. عرفت فيها بزاف الحوايج، عرفت انسانه اللي بصراحه عندها قلب كبير. لا انا عارف ساره، انا ما دوزتش انا وياها قليل، عارف ساره مزيان، عارف بان هاد الهضره ماشي هي اللي كتقولها، عارف بان ساره ماشي هي اللي كتهضر. ساره انا عارف اني كنبغيها الصراحه، عمري ما قدرت ننساها. هي اللي كتقول انني عندها راجل وعندها ماشي انا اللي راجل، كاين رجاله بزاف. انا كنقول قدام الملأ ان هي اللي كاينه لي انا، هي المرأة الوحيده ديالي انا. وانا عارف بان ساره عمرها ما قدرت تنساني، وانا عمري ما قدرت ننساها. هي اللي كانت بانها عمرها ما تسولات ولا شي حاجه، انا ديما كنت كنسول فيها انا، وكنعرف ديما الجديد ديالها وديما الاخبار ديالها. هادشي اللي خلاني انا نجي هنا للبرنامج ديالكم وندق ابواب ديال البرنامج ونطلب سماحه منها. انا عارف بان غلطت ونطلب من الله يسامحنا واللي درناه. نعم. ساره بدك تقولي له شيء، بتحبي تجاوبيه شيء؟ انا مستعد استاذ جورج نضحي بالغالي والنفيس من اجل ديالها استاذ. شو أنا يعني؟ درت الغلط وكنتحمل المسؤوليه ديال الغلط ديالي. انا الصديقه ديالي هي اللي بصراحه اللي كنت ديما كنبهها بان تبعد علينا الاصدقاء، تبعد علينا الصديقات ديالها، تبعد علينا تخيل المشاكل بيني وبينها. انا كان شي مشكل نحلوه انا وياها، لا داعي لي يجيب لنا شي واحد يدخل عندنا للدار. ديما كنبها بان هذيك الصديقه ديالها ما تبقاش تعطيها الصور ديال الدار، وهي لا ديما اللي في راسها. وملي كنهضر معاها ديما كتاخذ القرار ديال الوالدين ديالها. ما بقاش وصلت واحد النقطه اللي ما بقاش كنعرف. هي كاينه في الدار، ماشي حتى هي كاينه في الدار. لا هادشي ماشي مبرر. هادشي ماشي مبرر. واحد اللحظه قلت لك هذا مش مبرر. ما بقاش كنعرف راسي واش انا مزوج بها هي ولا مزوج بصحاباتها ولا الوالده ديالها. قالت لك هذا مش مبرر. إلا عطتني فرصة أستاذ، إلا عطتني فرصة إن شاء الله آخر مرة غادي نبرهن لها قدام الملأ وقدام الله سبحانه وتعالى بأن غادي يكون خير إن شاء الله. سارة هذا الشاب تائب، إجا تائب، بدك تحبي تسامحيه؟ مش قادرة؟ قولي لي هلا بشو عم تفكري؟ ما عرفتش نقدر نسامحه ويعاود نفس لافوت. ما عرفتش. سارة أنت كنت سعيدة بلا؟ ها؟ لما بعد عني كنت سعيدة؟ لا، خصو يعطيني اون بروف باللي ما عمره ما غادي يعاود يدير داكشي. ما كاينش ما أحسن من الله. تقسم أمام الله؟ أمام الله. قال أقسم أمام الله. هو صادق أحيانا هذا الشاب؟ تحسي أنه صادق؟ هو ما عمره ما غلط، هذه كانت أول مرة وما عرفتش كيفاش زعما دار بحال هكا. هو عمره ما غلط، بس هو عم بيقول أنه الذنب مش ذنبه، الذنب صديقتك. بعدك على علاقة معه؟ لا مش بعدك ممكن. بتشوفيها؟ لا ما بقيتش كنشوفها، ما يمكنش نعاود نشوفها. لا طبعا. هي لا هو بجوج. طبعا. هلا أنت أمام أسامة، بدنا نعرف بدنا نرجع نزوجكم ولا شو؟ نجيب لكم المأذون؟ ما كرهتش. في مأذون هون قريب. بدك تسامحيه سارة؟ والله إنها جوهرة. أنت بعدين حسابك بحكي أنا وياك بعدين. بدي أسألك سؤال بس جاوبيني. إيه؟ لما شفتي حسيتي هيك فرحتي ولا كنت زعلانة؟ مش عارفة
في إحساسي. وشرف أبوك شو حسيتي؟ ها؟ تخلط عليك كل شيء؟ مفاجأة؟ كانت سارة يا سارة المفاجأة ولا شو؟ إيه سارة، وفي نفس الوقت أنا ما كنتش بغيت نتفكر هذا الشيء وبغيت نكمل حياتي، ما بغيتش نبقى. طيب يمكن هذا الشاب نصيبك، يعني أخطأ وندم وتاب تايب. بدك تسامحيه؟ بدك تقولي له مسامح كريم؟ مسامح. قولي له سامحتك والمسامح كريم. أنا سمحت لك والمسامح كريم. يلا هاتي لابوك تعال. بس خلصنا. انا رح تابع الموضوع، انا تحت مسؤوليتي. هذه البنت هي زي بنتي، تحت مسؤوليتي. 21 سنة عمرها. قديش عمرك انت؟ 32. كم؟ 32. 32 صار كبير عليكي. طيب مبروك. ميرسي. شكرا. وشرفتينا. شكرا لك يا قمر. ميرسي. جوهرة ورقيقة والله يوفقكم. وزهرة ديروا بالكم على بعض. يلا خدها بإيدها وإن شاء الله بتفرحوا الأهل كلهم. يلا رفقا بالقوارير. شيك. على كل حال نلتقي إن شاء الله ببرنامج المسامح كريم مع قصة وقصص تانية. خليكم معنا دايما.